بسم الله الرحمن الرحيم. يا مساء الفل واهلا ومرحبا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم اون سوشيال. وحشتونا والله، ورجعنا لكم بعد غياب. معاكم حسام جميل، وهنقول لكم ايه اللي حصل في الترند واكتر هاشتاج اتفاعل عليه الجمهور، وكمان ايه الصح وايه الغلط من الاخبار المتداولة. عندنا موضوعات مهمة جدا في كلام مختلف، واكيد في احتفال خاص بتتويج النادي الاهلي بدوري الابطال. مستنيين ارائكم على الفان بيج بتاعتنا اون سبورت اف ام، وحساباتنا على تويتر وانستجرام وتيك توك. نبدأ بالترند العالمي اللي كله احداث واحتفالات. وطبعا الترند الاول بيب جوارديولا ونجاح السيتي الساحق الموسم ده. اول ما بتخسر بسيناريو جنوني بتفكر في حاجات كتير، اولها ايه الاسباب والاخطاء اللي انت خسرت بسببها ووقعت فيها، وكمان ازاي شخصية الفريق اتهزت، وازاي في ماتشات كبيرة تفضل ثابتة وما تتغيرش مع اي ظروف معاكسة رغم الضغوطات اللي حصلت طبعا في ماتش الانتر الاسبوع ده. لكن في الاخر السيتي خد البطولة. الحقيقة خسارة السيتي من ريال مدريد في دوري الابطال الموسم اللي فات فرقت معاهم كتير في شخصيتهم الموسم ده، وبنى جوارديولا عليها خطة صح 1000%، وتخطيط سليم من النادي عشان ياخدوا ويكتسحوا كل البطولات. اكتر حاجة ممكن تبين الفريق هو الظروف والفترة الحاسمة لكل موسم، وده اللي عمله السيتي فعلا. قدر بعد كفاح الارسنال قال له اجري وانا هجري وراك، لكن في الاخر النجاح قدر يوصل في البريمير ليج انه ياخده من تلميذ نجيب لجوارديولا وهو ارتيتا، تلميذ شاطر، وكانت تفوق الاستاذ على التلميذ. ده اللي حصل في البريمير ليج. وكمان الارسنال كان قريب، لكن في الرمق الاخير السيتي حسم كل شيء وخد البطولة. دي البطولة الاولى. البطولة الثانية راح على مانشستر يونايتد، الجار اللدود. عبقرية على فكرة جوارديولا الموسم ده انه قدر يكسب شخصيتين او 3 اشخاص كبار جدا، انشلوتي، ارتيتا، تنهاج. هنا عبقرية جوارديولا ان انت تكسب ال3 دول وتاخد منهم بطولات. والراجل بعد ما خلص مانشستر يونايتد خد الكاس والدنيا تمام، فاضل له معركة نهائي الابطال. لكن قبل ما نقول عن النهائي لازم نتكلم على ال4-0 بتاعت قبل النهائي قدام ريال مدريد. عجبني قوي تصريح جوارديولا، قال اللي عايز ياخد دوري ابطال اوروبا لازم يكسب ريال مدريد. الراجل اتعادل مع ريال مدريد في البرنابيو 1-1، وكلنا عارفين ان ارقام ريال مدريد لما بتبقى على البرنابيو سلبية غالبا او في اكتر الاحيان بيخرج من البطولة. وده اللي حصل، ان الريال اتعادل 1-1 بكرة دي بروين الصاروخية. لكن ال4-0 هي فادت ريال مدريد لانه بيغير جلده، وده اللي هنتكلم عليه. لكن في النهاية مانشستر سيتي قدر انه يوصل للنهائي. الانتر خصم عنيد، الراجل خرج برشلونة، كان طبعا مجموعته صعبة وخرج برشلونة. ديربي الميلان قدر يتفوق فيه. بصراحة الانتر عمل ماتش نهائي حلو جدا. الحظ ما خدموش، لكن هو الحظ المرة دي اللي عاند جوارديولا في اكتر من مناسبة نصفوا في النهائي الاسبوع ده، وقدر يحسم بيه البطولة. وقدر يقول مانشستر سيتي ان نجاح الاستثمار ان انت تاخد البطولات المحلية وتاخد البطولات القارية. واول مرة جوارديولا من ساعة ما مشي من برشلونة، ساعتها راح على بايرن، يعني كان مفروض برضو ياخد دوري ابطال اوروبا لكن ما خدش. وفي النهاية انتهت ان جوارديولا خد الثلاثية الموسم ده، واخيرا كسب الابطال، وشكلها هتبقى فيه السداسية. الترند التاني، الناس بتسأل في الترند او على السوشيال ميديا هو ريال مدريد هيعمل ايه؟ يعني ايه الخريطة بتاع ريال مدريد في الميركاتو ده؟ صيف هو عاصف جدا على ريال مدريد، يعني ان انت يمشي من عندك نجمك الاول هو كريم بنزيما، الراجل بلندور، الراجل القائد، الراجل اللي شال ريال مدريد على كتفه بعد رحيل رونالدو، الراجل اللي بيعمل كل حاجة عشان يقدر ريال مدريد يكسب، وكان عنصر حاسم جدا في دوري الأبطال في البطولة ال14 اللي بتاعت الموسم اللي فات، وشفنا عمل ايه في المباريات الكبيرة. ريال مدريد دلوقتي عنده
تغيير جلد للفريق. جود بيلمنجهام طبعا الريال لسه مقدمه امبارح وتقديم حلو جدا، والراجل خد رقم 5 وقدوته زيدان والدنيا زي الفل. طبعا مسلسل كيليان امبابي هنتكلم عليه في منفصل جدا. الريال عمل الصيف ده في جملة الناس كان فيها تداول والناس حبتها جدا، وهي جملة خليك في صفي عشان بصفي. ده كان بريز، لأن الراجل فعلا عمل تصفية الصيف ده للعيبة مش مؤثرة بشكل كافي مع ريال مدريد. هازارد، ماريانو دياز، الراجل أسانسيو مشي مش بمزاجه، هو قدم عرض، الراجل شايف ان العرض ده ما يلقش بإمكانياته، خايف على مكانه في منتخب أسبانيا عشان اليورو، تفاصيل كتير، في النهاية ما جددش. ريال مدريد محتاج ايه؟ وده اللي هتوقف عليه الموسم الجديد. اولا طبعا هو صدمة ان بنزيما يمشي، هي صدمة لان ريال مدريد كان عايز بنزيما يكمل، لكن العرض الخرافي بتاع اتحاد جدة صعب انه يترفض من لاعب في سن كريم بنزيما. بالمناسبة اول حاجة ريال مدريد عنده قصور. ايه القصور اللي عند ريال مدريد؟ اولا باك شمال. ريال هتقول لي يا عم هو جاب فاران جارسيا، انت الراجل احسن لاعب في فرقته الموسم اللي فات. لا، هو ريال مدريد عايز حد بامكانيات الفونسو ديفيز، وريال مدريد فعلا بيسأل عنه بايرن ميونخ، لكن ما اعتقدش ان بايرن هيبيع واحد من الاعمدة الاساسية. كمان ريال مدريد لازم يبقى عنده قلب دفاع قوي مع الناس اللي موجودة. هو عنده روديجر، عنده إيدر ميليتاو، عنده ألابا، لكن هو ريال مدريد لازم يبقى عنده 4. انت بتنافس على كل البطولات، دوري وبتنافس على كاس وبتنافس على دوري الأبطال اللي هي البطولة المفضلة، فانت بتنافس على حاجات كتير. كارفاخال بيقع ما بتلاقيش حد مكانه، فلازم ريال مدريد يجيب باك يمين محترم. مش هتفضل بقالك سنتين بتلصم فاسكيز، كارفاخال، ناتشو. لا، ريال مدريد مش كده. ريال مدريد لازم يبقى عنده اللي هو رقم 1. فبالتالي ريال مدريد محتاج باك شمال وباك يمين. نص الملعب خلاص انت عندك المستقبل والحاضر وكل حاجة، ودينا شفنا مودريتش بيعمل ايه، وتوني كروس لسه زي ما هو، والدنيا تمام جدا مع ريال مدريد في نص الملعب. الهجوم ريال مدريد حاطط عينه على هاري كين. هاري كين هو افيد مهاجم حاليا لريال مدريد. يجي كيليان امبابي، لكن لازم ريال مدريد يفكر في هاري كين. هاري كين هو المهاجم اللي محتاجه ريال مدريد، هو اللي بيلعب زي كريم بنزيما، يعني هو جوه المنطقة ما حدش يقدر يتكلم عن هاري كين، بره المنطقة بيلعب في كل حتة، في الحتة الأخيرة في الملعب. فهاري كين هيبقى مفيد جدا 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 لريال مدريد. طب نفترض بقى اللي هو البلان بي، ريال مدريد ما نجحش في التعاقد مع كيليان امبابي، لازم يجيب محمد صلاح. لازم حد في الحتة دي يبقى قوي بالنسبة لريال مدريد. على العموم صفقات ريال مدريد هتحدد الموسم اللي جاي ريال مدريد هينافس ازاي، خاصة ان الموسم الجاي هو نهاية حقبة أنشيلوتي مع ريال مدريد. الترند الثالث مهم جدا جدا جدا، صفقات دوري روشن او الدوري السعودي. احنا كل يوم يعني احنا النهاردة الجمعة، لو بتتكلم في الاسبوع اللي فات كله واللي قبله هتلاقي ان الناس بتتكلم على صفقات السعودية. كريم بنزيما راح وتقديم اسطوري، والراجل دخل بالبلندور وحاجة تمام وزي الفل. الناس السنة اللي فاتت جابت صفقة، او في الشتاء اللي فات جابت صفقة مهمة جدا وهو كريستيانو رونالدو. يعني انت بتتعامل في سوق صعب جدا. ايه هو السوق الصعب جدا؟ ان انت بتجيب نجوم من اوروبا مهمين تخليهم عندك في الشرق الاوسط. لكن انا عايز ارجع فلاش باك عشان الناس بتقول الفلوس اللي بتتصرف. لو نفتكر من سنين الدوري الصيني حاول يجيب لعيبة كتير من اوروبا وحاول يفوض ناس كتير جدا، لكن ما نجحش بنفس ضجة الدوري السعودي، وما نجحش يضم اسماء بنفس نجاح الاسماء اللي بتضمها السعودية دلوقتي. يعني الدوري الصيني جاب لعيبة بس ما جابش اسم زي كريستيانو رونالدو. ساعتها كان في عرض خرافي ليه، وهو لما جدد مع ريال مدريد اخر مرة قال يا جماعة انا لو عايز فلوس كنت رحت الصين، لكن في النهاية هو الراجل كمل مع ريال مدريد. لكن المختلف ان بنزيما ما كملش مع ريال مدريد وجه
الاتحاد السعودي. طبعا الكلام كتير قوي، يقال ان في عرض خرافي لمحمد صلاح، حتى الان مفيش حاجة واضحة. التركيز واضح جدا على رياض محرز، التركيز واضح جدا على نيجولو كانتي لاعب تشيلسي، وان كان خلاص الموضوع انتهى ان الراجل في الاتحاد السعودي الموسم الجاي. واضح ان الاتحاد السعودي السنة الجاية هيبقى فريق خطير جدا جدا. طبعا الكلام على فيرمينيو ويلفرت زاها، فانت بتتكلم على لعيبة مهمة جدا. وان كان بقى هم في حتة فيها تفكير منطقي جدا، هو التعاقد مع ستيفن جيرارد انه يكون المدير الفني لنادي الاتفاق. اكيد ستيفن جيرارد ده هيجي ويجيب صفقاته، لكن ان الاعلام الانجليزي يركز معاك دي حاجة مهمة جدا، لان احنا ما ننساش ان الاعلام الانجليزي رياضيا هو الاقوى في العالم بلا اي جدال. في انتظار موسم تاريخي في الدوري السعودي. ده الترند العالمي. نيجي للترند المصري. الترند المصري طبعا الترند الاول هو النادي الاهلي. الراجل بطل، او النادي هو زعيم القارة وبطل افريقيا، ورغم اي ظروف واي ضغوط وايا كان المنافس، الاهلي خلاص بقى بيعرف يكسب. ومع كولر بالذات الموسم ده الفريق منظم جدا. التفاصيل اللي احنا شفناها في الماتشات تقول قد ايه ان الراجل بيركز قوي في تفاصيل المنافس وبيتعلم من اخطائه. يعني ماتش سان داونز للاهلي خسره، هو الماتش ده مسار اجباري غير النادي الاهلي في الموسم كله، وصل النادي الاهلي لموسم مهم وتاريخي. انت لغايه دلوقتي بتتكلم في 4 بطولات والخمسة على الابواب اللي هي الدوري، وان كان هو الاقرب. حق الناس تفرح جدا، لان هي بطولة صعبة وانت واخدها من قلب الوداد، وان الوداد ما خسرش نهائي على ارضه، فدي حاجة مهمة جدا جدا جدا. والحاجة المهمة ان الكل جاهز. يعني انت النهاردة الحارس الاول والتاني اتصابوا، التالت نزل وعمل ماتش تاريخي هو مصطفى شوبير. والراجل لو نرجع بالزمن كده في 2002 لما اتصاب الحارس الاساسي للريال مدريد في الشامبيونز ليج قدام باير ليفركوزن، كاسياس نزل وصد 3 أهداف وخلى ريال مدريد ياخد البطولة. فبالتالي هي نفس الفكرة. الحاجة كمان اللي تضيف للنادي الأهلي واللي الناس بتتكلم عنها كترند هو القندوسي ومروان عطية. الناس في يناير جت في يناير خدت 3 بطولات، يعني لسه ما كملوش 4-5 شهور في النادي وخدوا بطولات. لكن محمد عبد المنعم الراجل ده لازم نديله حقه كمدافع، كراجل حاسم بيظهر في الأوقات الصعبة. ضربات الرأس بتاعته مؤثرة بدرجة كبيرة جدا. لكن اللي عايزين نقف عنده هو ليه الأهلي بياخد بطولات. عايز تعرف ليه الأهلي بياخد بطولات؟ بص على لقطة علي معلول بعد الماتش. الراجل الفريق بتاعه هو البطل وهو خد البطولة، وبكاء صعب جدا لأنه حاسس أنه كان السبب في الجون اللي هناك اللي هو كان في مصر والجون اللي كان في المغرب. فقد ايه ان انت متأثر ان انا راجل كنت ممكن اخسر فريق البطولة، انا كسبت، يعني انا حق افرح واخد العلم والف واعمل اللي انا عايزه. هو قعد اللعيبة بتهديه. فالتحمل المسؤولية وان انت تجيب لاعب عنده المسؤولية دي، ده مش من فراغ، ده اللي بيخلي فعلا الفرق تاخد بطولات. فلقطة علي معلول مهمة جدا، وانتشارها يوريك ان الاهلي عنده لاعب مهم جدا بمواصفات عالمية. وبلاش الجدال بتاع ان البطولات بتيجي بالشكل وبشكل تاني، لا، هو اللي اجتهد وتعب، وايا كان ضربة الجزاء اللي حصل من اطهر الطايرة، وفي النهاية الاهلي وصل النهائي وخد البطولة. فمبروك للنادي الاهلي وجماهيره، ومبروك كمان للفنان عبد الباسط حمودة لان اغنيته بقت ترند بعد طبعا لعيبة الاهلي اللي عملوه. اخر حاجة معانا في الترند وهو منتخب مصر يوم الاربعاء. منتخب مصر كان عنده مباراة في تصفيات افريقيا قدام غينيا. عشان نكون واضحين، انت في نهاية موسم، يعني اللعيبة وقعت خلاص بدنيا في استنزاف حصل، يعني انت كفريق خلاص مش قادر، او كلعيبة مش هو ده هيبقى المقياس ليك النهاردة عشان تقدر تقف على رجلك تاني. واكيد
الفريق ما كانش هو اللي احنا متعودين عليه مع روي فيتوريا. انت لما شفت روي فيتوريا في الماتشات اللي فاتت، الراجل منظم جدا هجوميا، تنظيم دفاع على اعلى مستوى، الخطوط قريبة، كل حاجة ممتازة، عكس اللي حصل تماما يوم الاربع. يعني احنا ما شفناش هجمات كتير، الشراسة الهجومية اللي احنا طالبنا بيها ما كانتش موجودة، كان في بعد الخطوط على بعض. والراجل قال ان هو كان متنرفز ومتضايق في الشوط الاول لما الصحفيين سالوه بعد الماتش انت ليه كنت متنرفز كده؟ قال ان انا كنت شايف ان اللعيبه مش قريبه من بعض، فيعني حقي ان انا اتضايق، لان اللقطات بتاعته على الخط في الشوط الاول كانت ناس كتير بتتكلم عليها. في النهايه هم اتقدموا من خطا دفاعي ب1-0. غينيا مصر تعادلت، ومش عايز الناس تقعد تردد بقى نغمه المحترفين القديمه والجديده ومش بيدي بنفس احنا في نهايه موسم، ومحمد صلاح ده ما بيجيش في تاريخنا كل يوم. يعني محمد صلاح عادي يوم ما عندوش حظ فيه، مش يومه، ما بتحصل في العالم كله، في لعيبه كتير عالميه ضيعت مع منتخباتها. يعني احنا ما نقعدش نمسك انه اللاعب هو محمد صلاح ده جالنا في وقت احنا كنا محتاجين حد يزرع فينا الطموح والحلم، وهو جه في الوقت ده. فمحمد صلاح عادي انه يحصل فيه ماتش ولازم نفتكر محمد صلاح هو كان من الأسباب الرئيسية في نجاحات المنتخب على مدار السنين اللي فاتت. حتى لما وصلنا ل2 نهائي وأخفقنا، بس كان من ضمن المؤثرين. وصلنا لكأس العالم 2018، فما ننساش، بس ما ننساش تريزيجيه طبعا قدر يسجل التاني، والحمد لله كسبنا والمباراة انتهت على خير. وفي النهاية الفريق الكبير هو اللي يكسب وايا كانت الظروف. فحلو ان احنا رجعنا وقفنا على رجلنا تاني مع فيتوريا، وبقينا بنكسب حتى لو كنا مش في احسن حالاتنا. خلص الترند وخلص كلامنا على الترند. بعد الفاصل عندنا كلام كتير في صح وغلط. ما تنسوش اراكم على الفان بيج بتاعتنا اون سبورت اف ام، وعلى تويتر وتيك توك وانستجرام. بعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا. ورجعنا لكم مرة تانية، وبعد ما خلصنا الترند والحكاوي اللي كانت فيه جينا لصح وغلط. وهنا هنتكلم في مدى صحة كل خبر. هو احنا يا جماعة لما يبقى عندنا محترف متألق، مش دي حاجة حلوة؟ يعني ان انت يبقى عندك والراجل واخد دوري ومتألق وناجح ومكسر الدنيا، ممكن على فكرة في تصريحاته يبقى متنرفز لانه شايف ان مجهوده مش متقدر، ده حرية ليه، لكن احنا في النهاية لازم نبقى في ظهره. موضوع طارق حامد كل شوية تم الاستغناء عن طارق حامد، تم الاستغناء عن طارق حامد. طب يا جماعة، ثم طارق حامد لغاية دلوقتي هو لاعب في الاتحاد السعودي. وعلى فكرة مش عيب اي حد مصري يطلع يدافع وحد يرد عليه تاني، لا احنا في النهاية كمصريين هندافع عن اللعيبة بتاعتنا وحقنا ان احنا نحبهم. وطارق حامد مش اي لاعب، ده طارق حامد من اللعيبة المؤثرة جدا في مصر على مدار السنين اللي فاتت، ولاعب عنده شعبية وحضور وحب جماهيري، سواء من الزمالك اللي هو كان ينتمي إليه أو من جماهير النادي الأهلي. وكل حد محب للكرة جوه مصر لازم يحب طارق حامد، فالطبيعي ان انت تحب طارق حامد. فبلاش نغمة اصله طارق حامد واحمد حجازي هيلعبوا جنب كريم بنزيما. يلعبوا جنب كريم بنزيما، ما محمد صلاح من صفوة اللعيبة في العالم ومصري. فبلاش اللغة دي عشان اللغة دي مش ظريفة. ده اول حاجة. تاني حاجة، لسه نيجولو كانتي يعني مجيو لاتحاد جدة مش هيحدد طريق طارق حامد قوي، لان ممكن يبقى نيجولو كانتي ومعاه طارق حامد، ممكن المدرب يبقى عايز الاثنين. لكن حتى الان طارق حامد ما مشيش من اتحاد جدة، يبقى ولا خد مستحقاته. يعني انا لقيت خبر بيقول لك وخد مستحقاته، هو ما خدش مستحقاته. الراجل لسه ما خدش مستحقاته، الراجل لسه لاعب في اتحاد جدة السعودي واحنا بنتكلم. الحاجة اللي معانا كمان موضوع حمدي فتحي في صح وغلط. وتاني حاجة، اول حاجة موضوع حمدي فتحي للوكرة، هو النادي الاهلي لسه ما اعلنش رسمي، وما اعتقدش ان النادي الاهلي هيتعامل مع الموضوع بشأن رسمي غير بعد حسم الدوري. ممكن يكون في اختلاف في وجهات النظر، وممكن يكون اللاعب خلاص وافق وده عرض بالنسبة له مهم عشان يأمن حياته وهكذا. والدوري القطري من الدوريات المهمة جدا الفترة الأخيرة في الشرق الأوسط، وخاصة كمان ارتفاع شأن الكرة هناك بعد قبل كأس العالم وتنظيمهم لكأس العالم طبعا، والبنية التحتية العملاقة اللي احنا شفناها.
فبالتالي حمدي فتحي للوكرة الموضوع مؤكد وفيه تفاصيل ومفاوضات، لكن حتى الآن الأهلي ما اتفقش ماديا مع الوكرة بنسبة 100%. ده موضوع حمدي فتحي. موضوع محمد عبد المنعم والهلال السعودي وموضوع سوشيال ميديا ومواقع، مفيش أي حاجة لغاية دلوقتي على أرض الواقع. يعني حتى وقتنا هذا حمدي فتحي لسه لاعب في النادي الأهلي ومحمد عبد المنعم لسه لاعب في النادي الأهلي. مفاوضات الهلال هو كلام على السوشيال ميديا أو مصادر أو ناس حابة تتكلم، لكن الموضوع لسه بعيد. المهاجم الجديد كل الأسماء اللي بتتقال اجتهادات. موضوع المهاجمين في النادي الأهلي موليكا، هو أكيد الأهلي لسه حاطط عينه على موليكا، لكن أكيد المفاوضات هتاخد وقت، أو ممكن الأهلي يبدأ يفكر في بلان بي وبلان سي. لكن حتى الآن كل الأسماء اللي حضراتكم بتسمعوها هي اجتهادات. آخر حاجة بقى معانا في صح وغلط، وهي اللعيبة بتاعت نادي الزمالك. في 4 لعيبة في نادي الزمالك هتنتهي عقودهم بنهاية الموسم، ودلوقتي هم يحق ليهم التوقيع في أي فريق: يوسف أسامة نبيه، سيف فاروق جعفر، محمد صبحي، وحمزة المثلوثي. نبدأ بمحمد صبحي. محمد صبحي هو الحارس الأساسي لنادي الزمالك، فموضوع انه محمد صبحي هيقعد في الزمالك هو مسألة وقت، وهيجدد وهيفضل موجود في نادي الزمالك. فبلاش كل شوية اصل النادي الفلاني بيفكر فيه، اصل النادي العلاني هيجيبه. لا، هو محمد صبحي واخد قراره وشايف ان نادي الزمالك هو مناسب ليه جدا. الراجل طول ما هو في نادي الزمالك هو حارس من ضمن حراس منتخب مصر. فمحمد صبحي هيجدد، وتجديده مع الزمالك على فكرة مسألة وقت مش اكتر. وما اعتقدش ان المسؤولين جوه نادي الزمالك ايا كانت الظروف هيسيبوا واحد من حراسهم الاساسيين يمشي. ده مش صح، خاصة ان هم رجعوه من فاركو وكان عينيهم ان الراجل ده هيقود. هتقولي ما في محمد عواد، بس حارسين كبار معاك في الفرقة تفرق طبعا. فمحمد صبحي مكمل في نادي الزمالك. يوسف أسامة نبيه هو الموقف الاكثر غموضا في تعاقدات نادي الزمالك او تجديد عقود نادي الزمالك. يوسف أسامة نبيه الكلام يطلع وكلام يطلع تاني. الكلام لما بيتقال في الاعلام كتير، انت كمتلقي للمعلومة او كراجل باحث عن المعلومة بتبدأ تدور ايه يا جماعة اللي بيحصل. ولما الاباء بتتكلم في الموضوع طبيعي العاطفة بتغلبه، ما هو ابنه. يعني انا ما بشوفش ان الكابتن أسامة نبيه يلام، هو ابنه وعايز مصلحته، فحط نفسك مكانه. لكن في النهاية هو في اولويات. الاولوية هل هو يوسف أسامة نبيه شايف مستقبله مع نادي الزمالك؟ ده سؤال. هل أوساريو وهو مدير فني كبير شايف ان اللاعب ده هيفيده ضمن خطته ضمن الموسم الجاي؟ بس هو ده الكلام اللي نتكلم فيه. هل الراجل وقع لبيراميدز؟ الراجل لسه قال انا قعدت واتكلمت وتفاوضت في كلام، لكن انا عايز اشوف نادي الزمالك هو هيقدرني ولا مش هيقدرني. وخلينا نكون موضوعيين، احنا في احتراف. فكرة الولاء والانتماء قليلة عشان بس موجودة، عشان ما نكونش في ناس بتعملها لغاية دلوقتي، لكن في النهاية انت عايز ايه؟ فيوسف أسامة نبيه انا من رأيي لازم يطلع وياخد قراره ان كان هيكمل ولا لا. الحاجة الثالثة هو في موضوع نادي الزمالك، هو سيف فاروق جعفر قال لك انا لو الزمالك عايزني يطلع ويقول انا مكمل، لكن انا مستني قرار نادي الزمالك قبل ما اعمل اي حاجة، والراجل كان صريح. حمزة المثلوثي، وده الحاجة الرابعة، لغاية دلوقتي مفيش كلام، يعني هو قاعد ولا ماشي، فلازم اللاعب والنادي يحددوا موقفهم. آخر حاجة معانا في الحلقة وهي الحسابات الرسمية. الحسابات الرسمية كنا لازم نحتفل بعيد ميلاد النجم والأسطورة واللاعب المصري والراجل اللي غير مسار كبير جدا في الكرة المصرية، وهو محمد صلاح. خلينا نكون متفقين ان محمد صلاح علمنا ان احنا المستحيل بصبرك وتعبك ومجهودك وتضحياتك ممكن يحصل عادي. يعني هو كان في المقاولين، النهارده هو في ليفربول. الراجل امبارح كان من افضل اللعيبه الصاعده
جوه مصر قبل ما يطلع لبازل، هو النهاردة واحد من أفضل نجوم الكرة العالمية والكرة المصرية. فدي حاجة تحسب ليه، وإن احنا نحتفل بعيد ميلاد 31 لمحمد صلاح ده احتفال شعبي، لأنه لاعب علمنا بجد قد إيه احنا نستفيد كأشخاص، وقد إيه إن احنا ناس نحلم ونشوف أحلامنا. بكده تكون خلصت حلقتنا. كان معاكم حسام جميل على اون سبورت اف ام اون سوشيال. ان شاء الله نشوفكم ونتكلم معاكم الاسبوع الجاي. مع السلامة. استنونا في حلقة جديدة من اون سوشيال مع حسام جميل على 93.7 اون سبورت اف ام، صوت الرياضة في مصر.